هل فعلا في كلاب خطر ممكن تقتل اشخاص؟ Woman is attacked while on a dog sitting job. اللي وصل ليها الكلب ده هو خطر على ناس تانية. شاب تعرض لهجوم شديد من أحد الكلاب. دي واحدة من الأنواع الممنوعة. بالظبط. يلا هنمشي كده. من فترة قريبة حصلت مشكلة وكانت قضية رأي عام إن في كلب بتاع حد معروف عض جارهم أو الشخص اللي ساكن جنبهم، والشخص ده قعد أعتقد في المستشفى حوالي شهر، وبعد الشهر ده توفى. عشان نقدر نتعرف أكتر على الكلاب وعلى سلوك الكلب لما بيتدرب بيبقى عامل إزاي، استعنت بواحد من أشهر مدربين الكلاب في مصر، هو كابتن محمود عاطف. واحد من أخطر الكلاب اللي معروفة عالميا هو الماستيف الأفريقي، ولكن زي ما انتم شايفين كده الراجل ماشي معايا ولا أعرفه ولا يعرفني عادي، وهيعمل أي حاجة أقول له عليها. بس يا إنزو اقف، امشي يا إنزو، زي ما انتم شايفين كده. إيه بقى الفكرة وإزاي الكلب ده يسمع كلام أي حد؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة دي. الكلب ده يا جماعة من الكلاب اللي هي مصنفة كأقوى الكلاب في العالم، واللي شخصياتها من الشخصيات اللي اتبنت علشان تكون كلاب تحرس وتخاف على أسرتها وتحبهم جدا. وفي نفس الوقت كلب متزن بسبب تربيته السليمة، فاحنا نقدر نمشي معاه، نقابل ناس، نقابل كلاب هتلاقوه هو مش انزو استنى انت ماشي معايا مالناش دعوة، غير مهتم بالمرة. مش هتلاقوه بيفكر يتخانق، مش هتلاقوه بيفكر يشدني. يلا انزو، يلا يلا، لا تعالى انزو. طبعا انزو عايز يرجع كده علشان احنا سيبنا صاحبه في اخر الشارع. الكلب ده عارفني وبيحبني، رغم كده ولاؤه لصاحبه رقم واحد عنده في العالم. مؤخرا في قانون نزل، القانون ده ليه علاقة بالكلاب. في كذا مادة في القانون ده، من ضمنهم مثلا ان في انواع معينة من الكلاب دي هتبقى ممنوعة ومحظورة، وان في كلاب لازم هيطلع لها رخصة معينة، ان الاشخاص اصحاب الانواع دي من الكلاب المفروض ان هم يسلموهم، لان الكلاب دي المفروض ان هي خطر. دي واحدة من الانواع الممنوعة بالظبط، على قائمة اللائحة. بس هي واقفة معانا تمام، واي حد يقدر يتعامل معاها بشكل سليم ما دام اتربت صح، يعني ما دام الناس ربوها صح، فهي ما فيهاش اي مشكله، ما فيهاش اي خطوره. بس هي كقوه جسديه، هي قوتها الجسديه عاليه جدا، كقدره على القتال قدرتها عاليه، لان هي كلبة حراسه اصلا في الاساس. دي بقى الكلبه دي من احن الكلاب في العالم. يعني الامريكان بيتبول او كلب البيتبول هو اصلا كلب اسره، هو كلب اتعمل علشان يعيش وسط اسره ويكون فرد معاهم منهم، يحمي الاطفال، يكون بيبي سيتر للاطفال، فهو بيقدر يعمل حاجات كتير. وفي نفس الوقت قوته الجسديه مخلياه كائن، وعزيمته، لان الكلب ده في حاله ان هو بيتخانق مع حيوانات هي خطورته كلها مع حيوانات، ولكن مع البشر هو من احن الكلاب على البشر. عشان كده ما بنصحش الكلب ده ان حد يعلمه حراسه. هنا برضو دور الناس هي المسؤوله دايما. تعالى احنا جبنا معانا يوسف، خليه يجرب كده يقف عادي مع كلب البيتبول ده اللي هو اصلا عمره في حياته ما شافه ولا يعرفه. ويهنن اهي دي عشان مدربه تمام، بس عايزه تود وعايزه عايز تلعب معاه، من الاسره، عايز تلعب معاه. اهي كلب بيتبول متدربه 100 100 قاعده معانا، احنا ما نعرفهاش، اول مره نقف معاها وتمام. الصراحه ما كنتش متخيل ان انا اشوف بيتبول بالكيوتنس والروقان، وان هو عايش حياته كده عادي. انا صراحه اللي اعرفه عن البيتبول ان هو كلب همجي، كلب شرس، ولكن احنا عندنا دايما مشكله، اللي احنا عارفينه او اللي احنا بنشوفه او اللي بنشوفه في الافلام او بنشوفه في فيديوهات مش ده دايما الحقيقي. الحقيقي فعلا بتعرفه لما بتنزل على ارض الواقع. شوف كلب بيتبول متدرب، كلب فاهم يعني ايه الصح والغلط، مختلف تماما عن الكلب اللي انت بتشوفه همجي وبيعض ويعمل وبتاع. لا، الكلب لو متدرب ايا كان ايه هو هيبقى محترم. دلوقتي هنعمل حاجه بس دي علشان التصوير فقط، علشان حضراتكم تبقوا عارفين القدره الحقيقيه اللي عند الكلب، ولكن ما بنعملهاش في العادي، ومش ده الطبيعي بتاعنا ان احنا نمشي بالكلاب سايبه. ونصيحه برضو لاي حد حتى لو معلم كلبك ان هو يبقى سايب، ما تعملش كده لمنع ترويع الناس، وبرضو علشان مهما كان فهو حيوان في الاخر ممكن ما يكونش ليك السيطره الكامله عليه. احنا هنا ده شغلنا، والكلب ده متربي عندي، فانا عارف هو بيعمل ايه وما بيعملش ايه كويس. يلا انزو، يلا عشان العربيه، بسرعه بسرعه، انا مش ماشي معاهم هم، انا ماشي معاك انت. الخوف يلا من يلا كلاب الشارع لو يلا. مش متدربه. خلاص هو تمام، هو خلاص يلا دول مش متدربين بص هو متجاهل تام. بس لو الكلب ده مش متربي صح، مش عايش بشكل سليم وسط اسره،
ادوا له احتياجاته ودربوه من وهو صغير، فالكلب ده كان زمانه عضني، كان زمانه عض الكلاب دي. مش شرط هو، حتى لو كلب جريفون او كلب توي دوجز او كلب جولدن. احنا دلوقتي حاطينه تحت ضغط غير طبيعي، كلاب وعربيات عماله تعدي وناس في الطريق، ففي العادي اي كلب تاني هيتصرف. حتى لو هو نوع من الانواع اللي الناس شايفاها كلاب كيوت ومسالمه زي الجولدن، هات جولدن جرو صغير احبسه في البيت سنه ما تنزلوش ونزله الشارع، هيبقى اخطر كلب على الناس وعلى الحيوانات. بص في العادي اصلا لو كلب شاف اطفال كده وحاجات هو بيحب يروح يستكشف، لكن هو ملوش دعوه، هو ماشي معانا عادي يسمع الكلام. وده بسبب ان هو وهو صغير عرضناه لانه هو لسه 6 شهور يبقى قاعد ويشوف عيال صغيره بتجري فجاه، طفل بيحدف طفل بكوره، طفل بيعمل مش عارف ايه، كل الحاجات دي المثيره اللي ممكن تخلي الكلب يتحرك عديناها بيه وهو صغير، فده تعليم. فكره ان انت تمنع فصائل معينه من وجهه نظري ده مش الاصح، لان زي ما احنا شفنا كده في كلاب خطر جدا او معروف عنها ان هي خطر جدا، ولكن في الحقيقه بعد تدريبها وبعد ما خدت كورس تدريب محترم الكلاب دي اكنها عامله زي القطط، محترمه جدا وبتسمع الكلام وتمشي في الشارع وسط الناس عادي جدا. يلا انزل مكانك، ستوب، روح روح. الكلبه دي اسمها ميلي، عندها حوالي سنه. الكلبه دي واخده تدريبات ولكن من خلال صاحبها، وصاحبها هو اللي كان بيعلمها. فواحد زي مثلا انا ماليش عليها اي سيطره وبتكسر الاوامر مع معظم الناس اللي غير صاحبها. فاللي انا هعمله دلوقتي ان انا هخليها تستجيب ل4 5 اوامر من غير زي ما بيقولوا سابق معرفه بيني وبينها، من غير ما اعنفها، من غير ما اضربها، من غير ما البسها طوق خناقه اللي هم بيلبسوه للكلاب عشان يخنقوها فتستجيب للاوامر، ومن غير ما استعمل مكافآت اللي هي تريتس بالفرض الجسدي، حاجه في منهجي اسمها الفرض الجسدي. فانا دلوقتي انا ماسكها ليه؟ انا ماسكها عشان هي طاقتها عاليه والكلبه بتجري وبتلعب وما رضيتش اديها اي تعليمات لغايه لما نبدا تصوير. اول حاجه هعملها ان انا عايز اجذبها ناحيتي الاول تستوعب فكره الاوامر، ان انا والله بناديها بس في حاجه هي حباها. ميلي ميلي تعالي هنا. بص بامن على عينيها لان هي عينيها باصه على الاتجاهات دي، فلو انا سبتها هتروح الاتجاهات دي. اول ما اشوف عينيها باصه لي انا مختاراني هسيبها. ميلي تعالي هنا هنا هنا، شاطره، تعالي معايا بس مكانك. اللي انا عامله ده ايه؟ اللغه دي اللي خليتها تفرض عليها كده، دي اللي اسمها الفرض الجسدي. تبان بسيطه بس لو حد تاني لا مكانك، لو حد تاني دلوقتي وقف يعمل اللي انا عملته بالظبط من غير اللغه الجسديه، الكلبه دي مش هتسمع حاجه وهتجري مكان ما هي عايزه. لو بعدت اكتر من كده خرجت من سيطرتي. ميلي تعالي هنا بس، ستوب، داون، ستي داون. الكلبه ولا تعتبر عارفاني، رغم كده لو حد ناداها، حتى لو بلال اظهر هنا ونادي، بلال الشاب اللي بياكل ويشرب، بصوا مجرد ما شافته لا تفكريش تقومي، خلاص يا بلال اقف، هكافئها كده. انا عرفتها خلاص ان انا مسيطر ورافض الفكره، هبدا ادي ثقه ومساحه. مكانك واقف هنا، لا ما تحركيش تاني، ستي، خلاص اكافئها مكافاه هي تحبها. برافو شاطر، او تقديريه بعرفها بس ان انا حبيت اللي انت عملتيه. في فرق كبير جدا ومهم للناس ان هي تعرفه، وهو الفرق بين التربيه والاقتناء. انت لو بتربي كلب فانت بتربيه، بتعامله كطفل من عيالك، بتاخد بالك منه جدا، بتاكله وقت ان هو يحتاج ياكل، بتخرجه، بتوريه بره في الشارع، بيعيش حياه كامله متكامله. دي تربيه. وفي اقتناء ده مش صح. اقتناء ده هو الحبس، هو ان انت ما بتاكلوش في مواعيد معينه، ما بتهتمش بيه، ما بيشوفش حياته، ما بيعيش الحياه اللي المفروض الكلب يعيشها او اي حيوان المفروض ان هو يعيشها. دلوقتي هعمل خطوتين للاكل. اول خطوه ان انا احط على الارض واقول لها لا لا لا، مالكيش دعوه بيه، تمام؟ دي اول خطوه. تاني خطوه ايدي ان هي تتمد بالاكل كانها رايحه لبقها، بس اللسان هينطق بامر المنع. ميلي لا لا لا، عايز الايد التانيه كتحذير. ميلي لا لا لا، خلاص. الاشاره دي برضو صعبه عليها، ان انا ابقى داخل بالايد لا، بس بعملها علشان لو انا ماسك ساندوتش ماسك حاجه هي متضايقه زعلانه، انت بترفض لي، فخلاص انا مش هبص للاكل اللي هو الاغراء اللي انا مش قادر امسك نفسي عنه. ميلي خدي، شاطر. من وجهه نظري في بعض الخطوات المهمه جدا اللي لو حصلت هتفرق جدا مع امتلاك الكلاب في مصر. اول حاجه هو الترخيص الحكومي، ان كل كلب يبقى ليه ترخيص حكومي، هيروح ياخد تدريب معين
في مركز معين، وبعد ما يعدي التدريب ده ان هو يبقى كلب مجتمعي يقدر ان هو يتعايش وسط المجتمع. وانس ان هو يعدي التدريب ده ياخد شريطة او ياخد شهادة ان الكلب ده ينفع ان هو حد يشتريه او حد ياخده او حد يقتنيه في البيت ويبقى الكلب بتاعه. العناية الطبية وجدول التطعيمات والترخيص الدوري او السنوي. فكرة ان انت كل سنة المفروض الكلب ده هيعدي تيست معين او هيتكشف عليه كشوفات معينة، لازم كل سنة يتعمل حاجة زي دي بحيث ان هو الرخصة بتاعته ما تتجددش غير لما يتعمل له الكشوفات دي. ده مهم جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم. انا عارف ان في ناس كتيرة ممكن ما تكونش مهتمية بالكلاب، ولكن القضية اللي حصلت واللي بيحصل دلوقتي ده رأي عام، فاتمنى اعرف رأيكم. وبس اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. سلام.